السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللي أنا كنت خايف منه حصل. اللي أنا كنت خايف منه حصل. وقلت قبل كده إن الزمالك ملوش أداء. الزمالك ملوش جملة تكتيكية معينة. كسب سيراميكا وبعدين اتعادل مع المقاولين. أول ما اتعادل مع المقاولين ابتديت أحس إن في حاجة غلط. الفوز اللي فازوا بعد كده على مودرن سبورت وعلى فاركو، ابتدى المستوى والمنحنى يقل. الصفقات الجديدة اللي جت كوم، والمدرب ده كوم تاني. انا كنت بقول لناس اصحابي يعني واصدقائي من جمهور الزمالك انه وبعدين يعني بعد ما عدينا فاركو او بعد ما كسبنا مودرن سبورت، الاداء مش مطمن. المدرب دوت مش عارف يخلق تجانس ويخلق جمل تكتيكيه يحفظها للعيبه، ومش عارف يوظف لعيبته غالبيتهم صح. وابتديت اقلق. ابتدى الحال ينزل تاني. فاركو 1-0، الاهلي غالبها 4. فاركو 1-0 بالعافيه، وبرضه مفيش اداء. النهارده كنت قلقان، امبارح كنت قلقان جدا 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 لسببين. اول سبب ان الاهلي اتغلب ووقع، وطبعا ده هيدي فرصه ان هم لازم يعدلوا الكفه تاني، فلازم يوقعوا الزمالك. لكن امبارح الحكم ما عملش حاجه سوى بس انه ما حسبش بينالتي. اظن الاخوان الفينا بس. لكن مش هيحسبها، لان انت ما ينفعش ان انت تكسب بعد الاهلي ما واقع. ولكن دي مش شماعه بعلق عليها الخساره امبارح، لان الحقيقه امبارح الزمالك ما جاش. وتحيه كبيره جدا 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 لفرقه وادي دجله اللي مش معروفه خالص، ومدربهم عيل صغير عنده 30 سنه ولا 33 سنه. يعني عبد الله سعيد اكبر منه. رجل الاعمال ماجد سامي جابه عشان يطلع بيه الدوري الممتاز، وابقى على المدرب دوت. المدرب بتاعنا ما يعرفش حاجه. المدرب بتاعنا لا يفقه شيء. المدرب بتاعنا طلع زي مدرب الاهلي، بس يعني على صوره اجمل سنه، لكن هو نفس الحكايه، كفتجي. لان على مدار 4 ماتشات المفروض ان يكتشف ان شيكوبانزا دوت ما ينفعش يلعب على الخط، لان ما عندوش دريبلينج. ما عندوش يعدي من واحد لواحد، عنده سرعه وعنده قوه. لكن هو ممكن يبقى في ال 18 او في نص الملعب ويزيد ويشوط كويس، رجله حلوه جدا على الجون. ممكن يصطاد كوره يعملها اسيست من نص الملعب. لكن اللعيب ده، انا قلت اللايف اللي فات ان اللعيب ده اساسا ما اعرفش يعني هم واخدينه جناح ولا واخدينه في نص الملعب ولا واخدينه نمره 10 ولا واخدينه نمره 8، انا مش عارف يعني. امبارح فرقه وادي دجله عملت كل حاجه في الكوره. كل حاجه في الكوره. الكوره اهم حاجه فيها حاجات اساسيه جدا. من اهم الحاجات الاساسيه دي كلها، او هم 3 4 حاجات اساسيين لو اتعملوا مع اي فرقه، الفرقه دي تكسب. ازاي يلاقوا بعض في الملعب، وازاي يعملوا ضغط مع تضييق مساحات متقدم. وعشان يلاقوا بعض في الملعب لازم يبقى في تحرك من غير كوره، ولازم تبقى الكوره على الارض كتير، ولازم يستفيدوا من اي هجمه مرتده. امبارح كل الكلام ده اتعمل. حتى الكره الثانيه
اللي هي مهمه جدا 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 لاي فرقه عايزه تضغط وعايزه تجيب جون وعايزه تحاصر الفرقه الثانيه في ثلث ملعبها. في حاجه اسمها الكره الثانيه. امبارح الكره الثانيه كانت معاهم، تحرك بدون كره معاهم، عندهم دريبلينج، عندهم خلق مساحات وضغط متقدم، عندهم عملوا كل حاجه في الكوره، كل حاجه في الكوره. الغلطه بس الوحيده اللي عملها امبارح المدرب بتاعهم ان هو طلع واحد اسمه محمد عبد العاطي. اهو لعيب مش معروف اهو، محمد عبد العاطي ده المايسترو بتاع الفرقه، ده اللي بيستلم ويسلم ويتحرك بين الخطوط، بيتحرك بين الخطوط يعني ينزل يستلم من الديفنس ويسلم نص الملعب وبعدين يرجع تاني يستلم من نص الملعب وبعدين يبتدي يوزع الكور على الاجناب. لعيب هايل. طلعه امبارح عشان كان خايف طبعا، كان عايز يأمن يعني. لكن تحيه كبيره جدا لفرقه وادي دجله اللي عمرها ما كسبت الزمالك، بقالها يعني 22 23 ماتش تقريبا، هي طلعت في اخر التسعينات، عمرها ما كسبت الزمالك. كسبته امبارح بسكواد ما يكملش 50 مليون، بسكواد ما يكملش 50 مليون. والزمالك 7 مليون دولار الصفقات اللي جبناها دي. طيب دلوقتي اللي انا هقوله ده ممكن الناس ما توافقش عليه، بس هو في مثل بيقول لك قطعه احسن من نحته. الاهلي لما وقع قدام المحله ابتدى يفكر المدرب ده ماله، ولما وقع قدام بيراميدز مشى المدرب، لحق نفسه. كان هيبقى فرق 5 بونت، الزمالك خلاهم فرق زي ما هم 2 بونت، وخلى المصري يبقى هو اللي على التوب، يفرق عن الزمالك ببونتين. طيب جون ادوار اللي ماسك الكرة في نادي الزمالك، اللي مجلس الإدارة مسلمه تسليم أهالي لكل حاجة عشان التجربة تنجح. المفروض دلوقتي إن هو ياخد تحركات سريعة فترة توقف الدوري عشان منتخب مصر لازم يتحرك علشان المدرب يتكل على الله. امبارح عمل أخطاء كارثية. أولا امبارح يعني الحظ كان وحش مع الزمالك لأن ما عندوش نص ملعب. محمد شحاتة مصاب، ودونجا واخد تقريبا 3 انذارات ولا انذارين، 3 انذارات. فما عندوش لا محمد شحاتة ولا عنده دونجا. طيب هو حضرتك مش عارف امكانيات لعيبه كويس، اللعيبه بتاعتك كويس؟ يعني انت بتنزل امبارح سيف جعفر، بتنزله يلعب رقم 6 وهو بيلعب 8 اساسا، ادي واحد. وهو الفاشل لا جايب همه في 6 ولا جايب همه في 8 من زمان. مش عارف انا رجعتوه الزمالك تاني ليه. لكن ملعبه امبارح 6 بقى يطلع، ما بقاش يثبت على الدايره. ومعاه عبد الله السعيد اللي قرب على 40 سنه. عشان ايه؟ طب ما احنا قلنا قبل كده شيكوبانزا ده ينزل دايره، شيكوبانزا ده ينزل على الدايره 8. وعندك احمد شريف ما شفناهوش. هنتكلم على الصفقات دلوقتي. يعني الصفقه الوحيده اللي منوره هو اخوان الفينا، عمل كل حاجه امبارح بس كان لوحده. انما عدي الدباغ ما جاش ولا جه بقى له 4 ماتشات، بياخد اماكن كويسه وما زلت بقول بياخد اماكن كويسه، وما زلت بقول ان هو ممكن يصطاد كويس جدا. لكن المدرب الكفتاجي اللي معانا مش عارف يطلع اللي عنده ويوظف الولد لصالح الفرقه. ادم كايد ملوش اي لازمه خالص، حتى امبارح ما سمعناش اسمه الا مرتين، يقعد يهز في شعره بس كده. برضه مش عارف هل هو كده ولا المدرب برضه مش عارف يستفيد من امكانياته. شيكوبانزا لعيب عادي، يعني تستفيد منه في نص الملعب تحت المهاجمين.
اخوان الفينا طبعا خلاص مفيش مشكله فيه خالص، بس مش عارف يعمل حاجه وسط الكفتاجيه دول. في لاعب اسمه محمد اسماعيل ما شفناهوش، في مهاجم اسمه عمرو ناصر ما شفناهوش، كل سنه طيب، شكر الله سعيكم. في احمد شريف ده لما نزل ما عملش حاجه، ما يعني ما نورش. وفي احمد ربيع لسه مصاب. في ايه تاني؟ احمد حمدي لسه امبارح انت منزله امبارح الشوط الثاني، بتحرقه، ده لسه ده بقاله سنتين غايب عن الملعب احمد حمدي. فانت كنت المفروض امبارح تلعب 4-4-2 لان انت ما عندكش نص ملعب، عشان لما تيجي تهجم ب 3-5-2 او 3-4-3. لازم كنت تمسك نص ملعب ده بعدد بقى لان ما عندكش لعيبه. ومع ذلك انت قعدت الشوط الاول كله بعد الجون اللي جابه ناصر ماهر من غلطه من الدفاع بتاع دجله ما جيتش. يعني ايه الزمالك في تاريخه يبقى استحواذه 40% وقدام مين؟ قدام فرقه لسه طالعه 60%. ما حصلتش يبقى الزمالك 40 و60. حتى لما بيبقى الزمالك 40 الشوط الثاني او بيحصل تغييرات معينه بتخلي الزمالك يستحوذ على الكره تاني، لكن انت ما عملتش كده. ناصر ماهر ماركة اوباما، انا جبت جون يبقى انا كده ميسي في نفسي، انا كده ميسي. ناصر ماهر ماركة اوباما. عبد الله السعيد كورنرات وفاولات من بره ما بعملش فيها حاجه، كان وحش جدا جدا. وقلنا عبد الله السعيد ما يمسكش ماتش من اوله لاخره، وانت عارف الكلام ده كويس. بتجددوا لعبد الله السعيد وبتخلوا شيكابالا يعتزل. طب ما كان شيكابالا موجود احسن، كان عمل حل امبارح، كان شاط شوطه ولا كان جنح على ناحيه الشمال وقطم لجوه وجابها في البعيده يعني اي حاجه، طالما العمليه انتوا عايزين سن كبير. فانت مش عارف امكانيات لعيبتك فين، وانت كده مش هتاخد بطوله. نص جدول تغلب ماتش كمان وتتعادل ماتشين وتتغلب ماتش من فرقه كبيره زي الاهلي زي المصري زي بيراميدز هيسيبك بالمنظر ده كده وانت ما عندكش. يعني انتوا امبارح حسيتوا ان في جمله، يعني امبارح حسيتوا ان الزمالك بيحاول ينفذ جملتين ثلاثه ومش عارف مثلا ينفذهم نتيجه الحظ او يعني مفيش. هو الجون اللي جبته وجون تاني ناصر ماهر ميسي اللي لقى نفسه قدام الجون وعايز يرقص 3-4 ينيمهم على الارض عشان يشوطها، كان زمانه خلص الماتش. بس لما يكون نجم المباراه امبارح عندك هو محمد صبحي، ولا يسأل عن الهدفين اللي دخلوا فيه على فكره يعني، ولا يسأل. وقلنا قبل كده احمد فتوح ده ما يلعبش في نادي الزمالك بعد السيره الذاتيه العطره بتاعته. واحد بيضرب مخدرات وبتاع كوبايه، عايز منه ايه؟ قلنا ما ينفعش يلعب في الزمالك، خايفين يروح الاهلي، يا ريت يروح، يا رب يروح الاهلي. اذا كان كويس لما راح الاهلي خربها هناك، يبقى دوت ايه؟ مش هيخربها؟ اهلي ايه دلوقتي؟ انتوا الوحيدين اللي تفكروا في كده، انتوا والاهلي، ما يروحش الزمالك وده ما يروحش الاهلي. وبقيه الفرق ما بتفكرش في الكلام، تلعب كوره. بقيه الفرق بتلعب كوره. ده وادي دجله ده لو استمر ده على فكره كل ماتشاته كده، مش الماتش ده بس. انا امبارح قعدت اتفرجت له على الماتشات بتاعته قبل كده، لقطات منها بعد الماتش. عايز اعرف الفرقه دي عملت كده ليه النهارده؟ لا دي بتلعب كده على طول، بتلعب كوره. المصري بيلعب كوره، هتعملوا ايه معاهم؟ انبي بيلعب كوره. فانتوا رايحين فين؟ انت لازم تلحق نفسك من دلوقتي، لازم تلحق نفسك من دلوقتي. والصفقات دي لازم يجي مدرب يعرف امكانياتهم ايه ويوظفهم ايه، توظيفهم ايه. امبارح حسام عبد المجيد والونش افندي اللي اتطرد وعمر جابر، فينهم؟ كان مين بيلعب باك شمال امبارح؟ مفيش الا بنتايج بس، هو اللي كان وحيد كويس جدا.
تقوم مطلعه ومنزل ومنزل فتوح. يا نهار اسود، يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ كان لازم امبارح شيكوبانزا ده يخش نص الملعب ويطلع سيف جعفر دوت يترمي بره، وتنزل محمد السيد زي ما انت قلت كده، زي ما انت عملت كده، وينزل احمد حمدي معاه. ولو اني مش او صلاح مصدق، كان ينزل صلاح مصدق، او تخلي فتوح ده ينزل في نص في الدايره مكان سيف جعفر، يبقى فتوح وشيكوبانزا وقدامهم ناصر ماهر، ويطلع عبد الله السعيد. او تطلع ناصر ماهر وتنزل مهاجم تاني ورا عدي الدباغ. مش تطلع عدي الدباغ وتنزل ناصر منسي. ناصر منسي عمره ما هيعرف يعمل حاجه، لان مفيش كور بتجيله، مفيش مسانده. يا راجل ده امبارح مفيش كره عرضيه، مفيش كره عرضيه. طب اطلعوا حتى واحد واحد. لقيتوا نفسكم وحشين، وانت لقيت نفسك وحش ومش عارف تتصرف والدنيا فكت منك، خليها واحد واحد. العب بخمسه ورا للاسف يعني. لكن بالمنظر ده ما ينفعش. الزمالك بيفرط في الصداره، ورغم انها لو حتى لو كسب امبارح 1-0 كانت هتبقى صداره وهميه، لان الزمالك عمره بالمنظر ده مع المدرب الكفتاكي ده عمره ما هيعرف يقف قدام الكبار. عمره ما هيعرف يقف قدام الكبار. الكبار دلوقتي حاليا المصري وبيراميدز، ده انا في رايي المصري وبيراميدز والاهلي بعديهم، مش هتعرف تقف قدامهم. وهيجي لك فرق بقى زي وادي دجله دي كده بتلعب كوره برده مش خايفه، وطبعا انت طمعت الدنيا فيك. ماتشك الجاي الله اعلم مع مين، هتلاقي ان الفرقه ده عايزه تاكلك. ما انت وادي دجله بهدلتك، وادي دجله مرمطت بيك الارض. قلنا الاهلي خلاص وقع، الزمالك لو يكسب يبقى فرق 5 بونت 8، ولا من الاهلي يلعب الماتش اللي كان باي بتاعه هيبقى 5 بونت. هيجري وراك وهتجيب له جوه محاشمه اسهال كده. انت ريحته تاني ولا حصل حاجه، هو اتغلب وانت اتغلبت، وبيراميدز غلب. يلا ادينا مع بعض، عنده الماتش بتاعك وعنده ماتش تاني مع بيراميدز. وقلت لعيبه الاهلي دي عايزه مساحات. بيراميدز ما ادالوش المساحات، بس عرف ينفذ هجمه يجيب جون ويجيب التاني. حضرتك بقى هتنزل هتعرف تقفل وتجيب هجمه مرتده تجيب بيها جون؟ هتعرف تقفل في الدفاع بتاعك دوت؟ هتعرف نص ملعبك يضيق مساحاته لو محمد شحاته مش موجود، ولا ولا دونجا مش موجود، ولا احمد حمدي اتصاب تاني؟ المدرب لازم يمشي. وطارق مصطفى لسه البنك الاهلي سايبه، وعندك ايمن الرمادي اللي انا قلت لك ما تسيبوش موجود. هتعمل ايه؟ برضه مدرب اجنبي. المدرب الاجنبي ده يا جماعه بيجي الكيمياء بتاعته لو مشيت مع الفرقه خلاص، حتى لو كفتاجي. يعني موسيماني ده بلاش، مانويل جوزيه جه الاهلي سنه ومشي، ما كانتش ماشيه الكيمياء معاه. مانويل جوزيه اللي خد دوري 7 سنين وخد افريقيا 4 مرات. مانويل جوزيه جه سنه ومشي. لما جه سنه في الاهلي بان ان هو الفرقه ساعدته، بس لسه ما كانش جه بقى التدعيمات بقى بتاعت بقيه الفرقه، حسن مصطفى وما كانش معاه ابو تريكه بس تقريبا، ومحمد شوقي بس، عماد النحاس بعد كده، وسيد معوض ومحمد بركات واللي طلع بره وقع، كميته ما مشيتش بره. رجع الاهلي تاني خد دوري 7 سنين. موسيماني نفس الحكايه، موسيماني برضه مش ماشي بره، جه مع الاهلي الكيمياء مشيت، كان فارم 11 لعيب تحت رجله بس الكيمياء ماشيه، وفي لعيبه مساعده طبعا، وفي مجلس اداره عارف ازاي يدير نادي، عارف ازاي يدير مؤسسه كبيره زي الاهلي، مش زي عندنا شويه عواطليه كل واحد عنده شركه البيزنس بتاعه، وخرب مؤسسه كبيره زي نادي الزمالك، خربها.
وقبليه مرتضى منصور، وقبليه ممدوح عباس، وهلم جره. فساد في مجلس الاداره، ما فيش اداره في الزمالك، في مفسدين في الزمالك، في مفسدين في الزمالك. واخرها شويه شويه الناس اللي مسكوا الاداره دول، اللي جايين لو بياخدوا مرتبات بالدولار هيقولوا اللي يقبضوا منهم كفايه، يعني كفايه كده، حرام بقى، خلاص احنا كده تمام. مش محتاج الزمالك، مش محتاج حاجه تانية عشان يروح في 60 داهيه. فالمدرب الاجنبي ده كيمياء. مانو جوزيه جوميز، مدرب كان جاي كمساعد لفيريرا، مسك نادي الزمالك، عرف يعمل من فسيخ شربات، وخد بطوله سوبر، وخد كاس، وما اتغلبش من الاهلي الا بالماتش الظلم بتاع السعوديه، بتاع الجون الاوفسايد بتاع امام عاشور. لكن كان مدرب كويس، ولو كان معاه السكواد ده ولسه موجود، كنت تتفرجوا على الزمالك هيبقى عامل ازاي. مدرب كان جريء، كان صايع كوره. اهو دلوقتي في السعوديه، والاهلي عايزه ومش طايله. الاهلي عايزه ومش طايله. اللي بيحصل دوت مهزله، مهزله. المدربين المصريين موجودين، طارق مصطفى موجود دلوقتي، هاته. كونه انه مشي من البنك الاهلي مش معنى كده انه مدرب وحش. الكيمياء وقفت. انما هو يعرف يوظف لعيبه كويسه، كويسه جدا جدا جدا. في مدربين ما ينفعش يجوا لك زي علي ماهر، ما ينفعش يجي لك اهلاوي، ما ينفعش، ما يقدرش. لو تعرف تجيب ايمن الرمادي تاني يا ريت، يا ريت. وطبعا محمد الشيخ دوت، ولا احمد الشيخ ده، خلاص ده كده وصل، ده هيتصيد خلاص كده. هتلاقي السنه الجايه كله عايزه، وكله وهتلاقي 5 6 لعيبه من وادي دجله ده، اللعيبه عايزاهم بالملايين. طبعا، طبعا. مش عشان كسبوا الزمالك، لا 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 لا، عشان لعب الكوره بتاعهم. ده في واحد اسمه الدياسطي اللي جاب جون تاني ده، ولا دياسطي. حد يعرف عنه حاجه؟ حد يعرف عنه حاجه؟ في واحد باك شمال بتاعهم بيلعب الكره الاوت، بيلعبها. ده انا كنت بقول يا رب ما تيجي اوت، خليها كورنرات احسن، بلاش اوتات. بيلعب الكره الاوت بطريقه قطريه، حاجه غريبه جدا، الكره لفه. وكانوا هيعملوا بينا امبارح حاجه لولا محمد صبحي طلعها، قال الكره بتلف. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. منكم لله يا اخي، منكم لله. ربنا يورينا فيك يوم، ان شاء الله ربنا يورينا فيك يوم، وان شاء الله باذن الله تغوروا في 60 داهيه او تتحبسوا، رغم ان مفيش حد بيتحبس. وربنا يريحنا بقى من مرتضى منصور ومن ممدوح عباس. ربنا يريحنا ونقدر على الهم اللي عندنا جوه، اللي مفيش. انا مش شايف كادر في الزمالك يقدر يدير نادي زي الا هاني العتال، الا هاني العتال ومحمد واحمد سليمان، اللي هم مهمشينه خالص، اللي ممكن يعملوا قايمه ويشتغلوا بيها. انما كل الباقي ده ركش، كله ركش. رئيس نادي ونائب رئيس نادي كانوا لعيبه كره يد، ومعاهم نيره كره يد، وكره اليد واقعه، كره السله واقعه، الطايره واقعه، التنس طاوله واقع، مراجيح مولد النبي واقعه، حتى لعبه اللعب في المناخير واقع. ايه اللي انتوا فيه ده؟ ما عنديش حاجه اقولها تاني. السلام عليكم.